نسبة كبيرة من جمهور النادي الأهلي كانت متفقة جدا على رينيه فايلر في الفترة اللي كان بيدرب فيها النادي الأهلي، وكانت شايفة إن هو مدرب على كفاءة عالية، مش عشان الكرة الهجومية اللي كان بيقدمها بس ولا على الشكل الجماعي للفريق، ولكن الراجل ده كان بيتميز بشيء كنت اتمنى ان هو يكون موجود في الفتره الحاليه وسط كوكبه النجوم اللي موجودين في النادي الاهلي دلوقتي. الراجل ده كان بيشوف ان فكره تدوير الفريق على اللعيبه كلها، وان مفيش لعيب يكون ضامن مركزه، كانت حاجه مهمه جدا، وده اللي احنا مش شايفينه من المدير الفني للنادي الاهلي جوزيه روبيرو، وهو بيعتمد بشكل كبير على لاعبين من بدايه ما تولى المهمه، واللعيبه دي معاه وما بتتغيرش، وفي لعيبه تانية بقت خارج الحسابات زي حسين الشحات وقفشه وطاهر محمد طاهر، حتى لو هم مستواهم من وجهه نظرك اقل من المستوى اللي موجودين بالنسبه للعيبه اللي بتشارك بصفه اساسيه مع الفريق، ولكن اللعيبه دي لازم يكون لها دور، ولازم اللعيبه النجوم الصف الاول يشوفوا ان هم مش اساسيين بشكل اساسي، وان هم مش ضامنين مراكزهم، وان في ناس تانية تقدر في اي وقت تخش التشكيل. وده اللي احنا ما شفناهوش. هو ادى قفشه في اول مباراه جزء، وبعد كده قفشه اختفى تماما معاه الفتره اللي بعد كده. حسين الشحات يعتبر مش موجود خالص، انت يعني شبه خلصت عليه. طاهر محمد طاهر كان مفنش كويس جدا الموسم اللي فات، دلوقتي لما بينزل ما بيقدملكش الاضافه المطلوبه منه او الشكل اللي انت مستنيه من لاعب المفروض ان هو كان اساسي في الجبهه اليمنى، حتى لو هو اصبح بديل، ولكن مش هو ده البديل الكفء، بسبب ان انت الطبيعي ان انت تكون مش ثابت على حد في البدايات، وان انت تخلي الفرص كلها متساويه، ولكن ده احنا مش شايفينه من المدير الفني. كانت ميزه مهمه جدا عند رينيه فايلر كانت بتميزه عن غيره، وكنا نتمنى ان احنا نلاقيها في وقت زي ده، فريق بكل النجوم اللي موجوده دي، ولكن الطبيعي ان انت تجعل منافسه قويه جدا وتخلي فيه دوافع عند جميع اللاعبين.